بعض التجار يبقى ممكن يجيب حيوان زي كده أو البقرة لا مؤاخذة، يسيب اللبن فيها يومين أو حاجة لحد ما الدرع بتاعها يمتلي، لحد ما الدرع يمتلي عشان يروح السوق يلاقوه مليان لبن والدنيا حلوة وتنباع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. اللي يغش بضاعة أو اللي يبيع مثلا مش عارف إيه أو الجشع أو الطمع، فده مشكلته مصيبة. سيدنا النبي قال: بارك الله في رجل سمحة إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني يكون بيسهل من الناس، مش يروح مثلا يجيب حاجة ب5 وبيعها ب30، حرام عليك اتق الله. يروح مثلا التاجر يجيب حاجة مش ب10 ويبيعها ب100. فلا، سيدنا النبي قال: بارك الله في رجل سمحة إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سهل على الناس الأمور، مش هعسر، ما احلفش بحلفان باطل. فسبحان الله ممكن تلاقي ناس معلمة واحد كده بيحبوه يشتري منه، يقول لك ده انفاصل معاه وبيسهل في الأمور والكلام ده، لكن فلان ده بعدنا عنه.